بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا يا رب. كل عام حضراتكم بألف خير وصحة وسعادة. إن شاء الله النهاردة نحل مع بعض اختر الدرس الثاني في الهندسة، ودرس اسمه المتجهات، والدرس ده من أهم الدروس المكملة معاك. يلا بسم الله. السؤال الأول بيقول لك إذا كانت ألف متجه بتساوي 5 وسالب 12 فإن معيار المتجه ألف. طبعا عارفين المعيار، القانون بتاعه الجذر التربيعي للسينات تربيع اللي هو 5 تربيع زائد الصادات تربيع اللي هو سالب 12 تربيع. المعيار الجذر التربيعي للسينات تربيع زائد الصادات تربيع. نحسب الحسبة دي بالآلة تطلع بكام؟ ب 13 اللي هو الاختيار ألف. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان ألف متجه بتساوي 12 و18، يعني السينات ب 12 والصادات ب 18. أنا عايزك تضرب لي ألف متجه في 2 على 3، يبقى نمسك السينات اللي هي 12 أضربها في 2 على 3، وامسك الصادات اللي هي 18 بضربها في كام على كام؟ 2 على 3. وتحسبها عادي، الموضوع سهل يعني. احسب على التلاتة فيها الواحد، على التلاتة فيها الأربعة، فالاتنين في أربعة ب8. واحسب على التلاتة فيها الواحد، على التلاتة فيها الستة، فالاتنين بستة بكام؟ ب12. يبقى الإجابة كام وكام يا شباب؟ 8 و18 اللي هو الاختيار ألف. السؤال اللي بعده بيقول لك كل المتجهات الآتية هي متجهات وحدة. لما يقول لك هي متجهات وحدة يعني كل اللي قدامك المعيار بتاعهم بواحد. كل اللي قدامك معيارهم بواحد، ما عدا حاجة واحدة بس المعيار بتاعها مش بواحد. تعال نجرب كده. جرب دي بالآلة كده. لو قلت الجذر التربيعي 1 تربيع زائد 0 تربيع تطلع بواحد. طبعا احنا عايزين نطلع اللي هي مش هتطلع بواحد، لأن بيقول كلمة ايه؟ ما عدا. احسب بالآلة كده الجذر التربيعي 6 من 10 تربيع زائد 8 من 10 تربيع برضه هتطلع بواحد. احسب دي بالآلة الجذر التربيعي 0 تربيع 0 زائد السالب 1 تربيع بواحد برضه هتطلع بواحد. ديت اللي مش هتطلع بواحد، فدي الغلط. لأنك لو حسبت الجذر التربيعي السينات تربيع واحد زائد الصادات تربيع واحد فتطلع جذر كام؟ جذر 2. طبعا هو بيقول لك كل ده متجه وحدة يطلع بواحد ما عدا، يبقى د هي اللي مش هتطلع بواحد. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان أ متجه بسالب 2 و1 والجيم متجه بسالب 3 وكاف، دولت متجهين متوازيين. طالما قال لي متجهين متوازيين يبقى ميل الأول بيساوي ميل التاني، والميل في المتجهات بيساوي الصاد على السين. الميل في المتجهات يا شباب الصاد على السين. يلا هات ميل الألف الصاد على السين يعني 1 على سالب 2. هات ميل التاني الصاد على السين يعني كاف على سالب 3. اعمل مقص بس وهتخلص. اضرب كاف في سالب 2 هيديك سالب 2 كاف، واضرب 1 في سالب 3 هيديك كام؟ سالب 3. اقسم هنا على سالب 2 واقسم هنا على سالب 2. السالب 2 هتروح مع السالب مع السالب، والاتنين مع الاتنين هيتبقى كاف، والسالب يطير مع السالب يتبقى كام على كام يا شباب؟ 3 على الاتنين اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ده. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان أ متجه بكاف واتنين، والباء متجه باتنين س ناقص الصاد، باتنين س ناقص الصاد. يقول لك وكان أ متجه عمودي على ب متجه. ما هو انت طالما قلت متعامدان يبقى ميل الأول في ميل التاني بيساوي سالب واحد، أو هات ميل والتاني شقلبه وغير إشارته. ميل في المتجهات الصاد على السين، الصاد على السين يبقى كام على كام؟ 2 على كاف. في المتجهات ما هو هنا عامل متجه اهو وهنا عامل متجه. الميل في المتجهات الصادات على السينات، بس الصادات بسالب واحد والسينات باتنين، وطالما متعامدين يبقى بيساوي كام؟ سالب واحد. انا ممكن اطير الاتنين ده مع الاتنين ده او اضرب بسط في بسط ومقام في مقام. اللي بقى سالب واحد فوق والكاف تحت، كل ده بيساوي كام؟ سالب واحد، والسالب واحد بمقام واحد. اعمل مقص او براحتك عايز تقول لو البسط بيساوي البسط يبقى المقام بيساوي المقام، يبقى الكاف تطلع بكام؟ يبقى الكاف تطلع بيساوي واحد. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان أ متجه بتساوي 3 و5 والباء متجه ب4 و6، أنا عايز معيار اللي جوه ده سالب 2 أ متجه زائد 3 ب متجه. طب ما تيجي نجيب دي الأول. سالب 2 أ متجه زائد 3 باء متجه. طب نجيبها ازاي ديت؟ تعالى واحدة واحدة. يعني هنمسك المتجه اللي اسمه أ هنضربه في سالب 2. أضرب هنا في سالب 2 وأضرب هنا في سالب 2،
وهنمسك المتجه اللي اسمه باء هنضربه في 3، موجب 3 وهنا في موجب 3. يلا الزوج المرتب الأول أهو. ما احنا لما خد بالك بنضرب الناتج بيكون أزواج مرتبة، والناتج برضو اللي بعد اليساوي هيكون أزواج مرتبة. احنا في المتجهات يا جدعان. هنضرب المتجه أ كله في سالب 2، يبقى كام بقى؟ قول لي كده. 3 في سالب 2 بسالب 6، و5 في سالب 2 بسالب 10. اضرب يلا بقى متجه في 3. ال3 في 4 ب 12، وال3 في 6 ب 18. شايف الإجابات عاملة ازاي؟ لازم تكون ايه؟ في أزواج مرتبة. طب يلا ادي الزوج المرتب. يلا سالب 6 زائد 12، يبقى الإجابة تطلع ب6. ايه تاني؟ سالب 10 زائد 18، يبقى الإجابة هتطلع بكام؟ ب8. انت كده جبت ايه؟ انا كده جبت اللي جوه المعيار. طب هو عايز بقى المعيار. ما المعيار الجذر التربيعي السينات تربيع زائد الصادات تربيع. 6 تربيع 36 زائد 64، فالإجابة تطلع كام؟ 100. وجذر ال100 كام؟ جذر ال100 بتساوي 10. السؤال اللي بعده. يلا واحدة واحدة. بيقول لك إذا كان أ متجه زائد الباء متجه بتساوي 8 و16، والألف متجه بتساوي 5 و12، أنا عايز معيار الب. هي الب أصلا موجودة يا كابتن؟ مش موجود. طب ما تيجي نعوض في المعادلة دي. أ متجه بكام؟ أ متجه ب5 و12 صح، زائد الباء متجه اهي بتساوي، وكم هنا عندنا؟ 8 و16. ما تعتبرها معادلة عادية كده وقول لنا ايه اللي ممكن يروح بعكس الإشارة. والله الزوج المرتب ده يروح هناك اهو بعكس الإشارة صح. هنا إشارته كانت ايه؟ موجب، خلاص وديه هناك بالسالب. يبقى الباء متجه بتساوي ال8 و16 اهي، ناقص اهو، ما انا هغير إشارة بقى اللي قبله. يلا ناقص الزوج المرتب كام وكام؟ 5 و12. يبقى الباء متجه بتساوي، يلا ادي 8 ناقص 5 يبقى 3، 16 ناقص 12 يبقى الإجابة كام؟ 4. طب هو عايز باء ولا عايز معيار الباء؟ لا أنا عايز معيار الباء. طب ما المعيار القانون بتاعه الجذر التربيعي للسينات تربيع 9 زائد الصادات تربيع بكام؟ ب16. هتطلع جذر 25، وجذر ال 25 اللي هو كام؟ 5، اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار باء. السؤال اللي بعده. بيقول لك إذا كان 2 في 3 صاد الزوج المرتب 3 وصاد زائد 3 في س وسالب 2، كل ده بيساوي 3 و2، فإن س زائد صاد سهلة. يلا يا عم نضرب الاثنين هنا والاثنين هنا، مليني كده. يلا الناتج أزواج مرتبة. الاثنين في 3 ب6، والاثنين في صاد ب2 صاد، زائد اضرب التلاتة هنا والتلاتة هنا وقول لي كده. يلا التلاتة في س ب3 س، والتلاتة في سالب 2 بسالب 6، كل ده بيساوي كام وكام في الآخر؟ 3 و2. طب نعمل ايه؟ اجمع والله السينات هنا مع السينات هنا واساويها بالسينات اللي بره. بص كده، السينات اللي هنا، ما انا مش هجمع 6 و2 صاد بقى، اجمعها مع السينات اللي هنا واساويها باول رقم هنا. قول لي كده بقى. هيبقى 6 زائد 3 س واساويها بالسين اللي بره 3. طب ايه تاني يا استاذ؟ 2 صاد التاني هنا، والتاني هناك ناقص 6، كل ده بيساوي كام؟ 2، والاشاره هنا موجب خلي بالك. لو كانت سالب ماشي، يعني لو كانت سالب كنا هنخاف اكتر لان هقول 2 صاد ناقص 6. يلا ما تيجي نودي الستة دي بعكس الاشاره اهو. هيبقى 3 س بتساوي 3 ناقص الستة. هيبقى 3 س بتساوي 3 ناقص 6 اللي هي سالب 3. اقسم هنا على 3 واقسم هنا على 3، فالتلاتة تطير مع التلاتة. يبقى الس بتساوي سالب 3 على 3 اللي هي فيها كام؟ فيها السالب 1، يبقى السينات بسالب 1. ايه رأيك نودي السالب 6 بعكس الإشارة؟ يلا يبقى 2 ص بتساوي 2 زائد الستة، يبقى 2 ص بتساوي 6 و2 كام؟ 8. هقسم هنا على الاتنين واقسم هنا على الاتنين، فالاتنين تطير مع الاتنين، يبقى الصاد بتساوي 8 على الاتنين اللي هي فيها كام؟ فيها الأربعة. هو عايز س زائد ص، طب ما الس بسالب 1 والصاد طلع ب4، فسالب 1 زائد 4 يبقى الإجابة كام؟ الإجابة 3 اللي هو الاختيار أ. السؤال اللي بعده. بيقول لك إذا كانت باء متجه بتساوي ج بتساوي سالب 2 وكام؟ سالب 2 و4، والجيم متجه بتساوي 4 و3. بيقول لك 2 أ دي اللي هتحل السؤال. 2 أ ناقص 3 باء بتساوي 4 ج. طب تعال نشوف هو طالب ايه ونخليه في طرف لوحده يفضل. انا عايز الالف معيار الالف. طب ما تخلي الالف يا عم في طرف لوحدها، يعني ودي سالب 3 ب هناك. انا هكتب اهو. هيبقى 2 أ متجه بتساوي 4 ج متجه، هيجي جنبها ايه بقى؟ زائد 3 باء متجه.
يلا هنعوض بقى والدنيا هتخلص حاجة، بس خلي بالك الرقم غلط بس. 2 ألف يعني عشان أنا معرفهاش. يلا اضرب لي الجيم في 4. يلا بقى خليك شاطر، أنت مش صغير بقى. اضرب الجيم في 4، السينات في 4 والصادات في 4، يبقى كام وكام بقى؟ يبقى هنا 16 وهنا 12 زائد. اضرب الباء في 3. اضرب الباء في 3، هنا هضرب في 3 وهنا هضرب في 3، يبقى كام وكام بقى؟ يبقى هنا سالب 6 و3 في 4 بكام؟ ب 12. 2 ألف زي ما هي. يلا يا كابتن، 16 ناقص 6 يبقى هنا 10، و12 زائد 12 دي كده كام؟ 24. عايز تخلص من الاتنين؟ كله على الاتنين، كله هنا على الاتنين، هنا على الاتنين، هنا على الاتنين، الاتنين هتطير. يبقى الألف متجهة بتساوي 10 على الاتنين فيها الخمسة، و24 على الاتنين فيها كام؟ فيها ال 12. طب هو كان طالب ايه؟ كان طالب المعيار. يبقى الجذر التربيعي للسينات تربيع 25 زائد الصادات تربيع 144، تطلع الإجابة معاك بالآلة الحاسبة كام؟ 13 اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا إذا كانت ألف متجه بتساوي 4 وسالب 6 و3 في، طبعا 3 هتخش جوه، ألف متجه ناقص ب متجه بتساوي 7 باء ناقص 2 ألف، فإن باء بتساوي نقطة. طب ما تيجي ندخل التلاتة جوه كده، يبقى 3 ألف متجه ناقص، يلا ناقص 3 باء متجه بتساوي 7 باء متجه ناقص 2 ألف متجه. هو عايز إيه؟ الباء متجه خليها له في طرف لوحده بس في الآخر. إيه رأيك؟ سالب 3 ب متجه هجيبها أنا جنب 7 ب، وسالب 2 ألف تروح نار، بس كل حاجة تروح بعكس الإشارة. يلا التلاتة ألف اللي يجي لها زائد 2 ألف تبقى 5 ألف صح. 7 باء ده اهي اللي يروح لها زائد 3 باء يبقى كام؟ 10 باء. أنت عايز باء باء، اقسم على الرقم اللي لازق في الباء عشان تخلي الباء في طرف لوحدها. لو نسيت عوض عادي هتطلع برضه. نقسم هنا على 10 ونقسم هنا على 10. العشرة بترمي على العشرة، الحمد لله باء بقت في طرف لوحدها وما جنبهاش أي حاجة. 5 على العشرة ما فيهاش الاتنين، دي فيها نص الألف، الباء بنص الألف. طب ما أنت عندك الألف فوق بأربعة وستة، يبقى نص في 4 وسالب 6. هات نص دي وهات نص دي. نص الأربعة دي كده 2 ونص سالب 6 كام؟ سالب 3. يبقى 2 وسالب 3 فين؟ اللي هو الاختيار إيه؟ اللي هو الاختيار ألف. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت ألف متجه زائد باء متجه بستة وتمانين، وسالب ألف متجه زائد باء متجه بسالب اتنين وأربعة، أنت عايز إيه؟ أنا عايز المتجه ألف. المعادلتين دولت ممكن نحطهم تحت بعض ونحلهم بالحسب صح؟ يفضل أنت عايز الإيه؟ الألف، يبقى ما تطيرش الألف، طير الباء أحلى. طب لو أنا يا أستاذ طيرت الألف والله العظيم صح، هترجع بقى تعوض يا في المعادلة الأولى يا في المعادلة الثانية. يفضل إن أنا أطير الباء عشان ألف تيجي بخطوة واحدة. طيب يلا كده، دي ألف متجه زائد ب متجه، ودي سالب ألف متجه زائد باء، احنا عايزين نطير الب. اضرب أي واحدة في سالب، تعال نمسك دي مثلا نضربها في سالب واحد، دي في سالب واحد، دي في سالب واحد، كله دي في سالب واحد، دي في سالب واحد. يبقى المعادلة الأولى زي ما هي، ألف متجه زائد باء متجه بتساوي 6 و8. المعادلة التانية كله في سالب باء، قول لي. يبقى هنا موجب ألف متجه ناقص الباء متجه، يلا اضرب في سالب، سالب في سالب بموجب، 2 في 1 ب2، وأربعة في سالب واحد بكام؟ بسالب أربعة. يلا نشد خط ونقول له بالإيه؟ ونقول له بالجامع. يلا اللي هيطير موجب باء مع سالب باء، يبقى ألف وألف هيدينا 2 ألف. اجمع السينات مع السينات والصادات مع الصادات، 6 و2 دي كده 8، و8 ناقص 4 بكام؟ بأربعة، كله على الاتنين، بس الألف هتيجي في خطوة واحدة أهي. الاتنين هتطير مع الاتنين، يبقى الألف متجهة بتساوي 8 على الاتنين فيها الأربعة، وأربعة على الاتنين فيها الاتنين، 4 واتنين اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت ألف متجه بتساوي 3 في اتجاه السين زائد كاف في اتجاه الصاد، والمعيار بخمسة، يعني هات المعيار يا باشا وساويه بخمسة. قول لي المعيار قانون ايه؟ الجذر التربيع للسينات تربيع اللي هو 9 زائد الصادات تربيع اللي هو كاف تربيع. هو قال لك هات المعيار وساويه بالخمسة، اللي احنا جبناه ده اسمه ايه؟ المعيار. طب ما يلا في جذر تربيع انا عايز اتخلص منه، اربع الطرفين اهو، هنربع الطرفين. التربيع ده اهو يطير الجذر، مش التربيع اللي عند الكاف غلط. لو ما كانش فيه زائد كنت طيرت التربيع مع الجذر. يلا ايه اللي هيبقى تحت الجذر بقى؟ 9 زائد كاف تربيع بتساوي كام؟ 25. موجب 9 تروح بسالب 9، يبقى كاف تربيع بتساوي 25 ناقص 9 بكام؟ ب 16. ناخد الجذر التربيعي للطرفين
والجذر التربيعي اوعى تنسى فيه الموجب والسالب. يبقى إذا التربيع هيطير مع الجذر، يبقى كاف بتساوي موجب وسالب وجذر ال16 كام؟ 4. يبقى الكاف موجب أو سالب 4. أيوه اللي هو الاختيار بقى، اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده، خلي بالك من الملحوظات دي بقى عشان مهمة. بيقول لك إذا كان معيار 3 كاف في اتجاه الألف بتساوي معيار سالب 15 في اتجاه الألف برضه أو ألف متجه، فإن كاف بتساوي نقط حيث المتجه ألف ده ما يساويش الصفر، يعني أي رقم. طب ما سهل. يلا فاكر كنا بنعمل ايه؟ بنخرج دولت بالقيمة المطلقة. يلا اخرج التلاتة بالقيمة المطلقة للتلاتة، واخرج الكاف بالقيمة المطلقة للكاف، والمعيار زي ما هو جوه اهو بالمتجه بتاعه. يلا اخرج السالب 15 بالقيمة المطلقة لسالب 15، والمعيار زي ما هو جوه والمتجه جوه. هتلاقي المعيار ده هيطير مع المعيار ده، ما هو في طرفين نفس الحاجة. التلاتة كده كده بالموجب وانا متأكد منها، ادي تلاتة. الكاف احنا مش عارفين اشارتها، ما هي مجهول، لا انا ولا انت نعرف اشارتها. سيبها زي ما هي القيمة المطلقة للكاف، والقيمة المطلقة لسالب 15 بكام؟ ب 15. طب يا ترى نعمل ايه؟ نقسم على التلاتة وعلى التلاتة. خد بالك اسمها القيمة المطلقة مش الكاف بس. اقسم هنا على تلاتة واقسم هنا على تلاتة، يبقى اذا التلاتة هتطير مع التلاتة. يبقى القيمة المطلقة للكاف بتساوي 15 على 3 فيها كام؟ فيها الخمسة. قول اعداد دي بقى. القيمة المطلقة للكاف بتساوي رقم، يبقى الكاف موجب أو سالب الرقم، يبقى الكاف بتساوي كام؟ موجب أو سالب 5، اللي هو الاختيار إيه؟ اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان أ متجه بتساوي ك و2، وباء متجه بتساوي 2 وم، وأ متجه بتساوي 2 ب متجه. أنا ممكن أستنتج من دي حاجة على فكرة. مش هو قال لك أ متجه بتساوي 2 ب متجه؟ صح. طب يلا، هي الألف بكام؟ الألف بكاف واتنين. حاضر، الألف أهي بكاف واتنين. طب اضربوا لنا يلا يا جدعان الب في اتنين. الب في اتنين يبقى هنا 4 وهنا 2 م. أساوي الأول بالأول والتاني بالتاني، يبقى الكاف بتساوي 4. وإيه تاني؟ 2 م بتساوي 2 على 2 على 2، الاتنين تطير مع الاتنين، يبقى الميم بتساوي كام؟ 1. طب هو كان عايز ايه؟ أنا عايز كاف زائد م، ما هو الكاف ب4 والميم ب1، يبقى 4 زائد 1 بكام؟ 4 زائد 1 ب5. كان ممكن ليها طريقة تانية، واحد يقول لك من المعلومة دهيت أنا ممكن أستنتج إن هما متوازيين. صح، هما متوازيين فعلا، لأن المتجه بتساوي رقم في متجه، يبقى هما متوازيين وفي نفس الاتجاه. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان كاف، خلاص هو مخرجها بره الكاف بقى مش هنعمل إحنا فيها حاجة، في معيار 4 ألف بتساوي معيار سالب 3 ألف. طب يلا، هي الأربعة اللي جوه دي تخرج بره بكام؟ بالموجب. خلاص هي بالموجب، هي أصلا إيه؟ يبقى 4 وهتتضرب في الكاف وسيب زي ما هي معيار الألف. السالب 3 تخرج بره بالقيمة المطلقة، خلاص هي سالبة أنا هخليها موجبة. إنما لو كان رمز فأنا معرفوش، هيبقى 3 معيار الألف. إيه اللي يطير بقى؟ معيار ألف مع معيار ألف، إيه اللي اتبقى؟ 4 كاف بتساوي 3. أقسم هنا على الأربعة وأقسم هنا على الأربعة، الأربعة تطير مع الأربعة، يبقى الكاف بتساوي كام على كام؟ 3 على الأربعة. فين 3 على الأربعة؟ اللي هو الاختيار إيه؟ اللي هو الاختيار ألف. السؤال اللي بعده برضه نفس الفكرة. إذا كان معيار كاف في 3 و4 بتساوي 1. طب ما يلا الكاف معرفهاش، تخرج بره بالقيمة المطلقة للكاف أهو. في ما تجيب معيار بقى الزوج المرتب، ما المعيار عارفين القانون بتاعه، الجذر التربيعي للسينات تربيع 9 زائد الصادات تربيع 16، كل ده بيساوي كام؟ 1. لو حسبت الحسبة ده تطلع ب5، ولما تتضرب بره يبقى 5 القيمة المطلقة للكاف ب1. أقسم هنا على 5 وأقسم هنا على 5، الخمسة تطير مع الخمسة، يبقى القيمة المطلقة للكاف بتساوي 1 على 5. أولى إعدادي، لما القيمة المطلقة بتساوي رقم يبقى الكاف بتساوي موجب أو سالب الرقم، يبقى موجب أو سالب كام؟ موجب أو سالب 1 على 5، اللي هو الاختيار دي. السؤال اللي بعده ركز فيه بقى عشان مهم. بيقول لك إذا كان المتجه أ بتساوي سالب 7 في اتجاه الب. تعال نستنتج حاجة كده. هو بيقول لك أ متجه بتساوي سالب 7 في اتجاه الب. عارف دي نستنتج منها إيه؟ نستنتج منها حاجتين اتنين. والله طالما في يساوي يبقى في توازي، طالما في يساوي يبقى في توازي،
وطالما في سالب يبقى المتجهين ماشيين في عكس الاتجاه أو في اتجاهين متضادين. يبقى طالما في يساوي يبقى في توازي، ولو هنا سالب يبقى المتجهين ماشيين في عكس الاتجاه، ولو كان هنا موجب يبقى المتجهين ماشيين في نفس الاتجاه. طب يلا نشوف كده. بيقول لك ألف متجه عمودي، لا هم متوازيين للأسف. طب رقم باء، ألف بيوازي ب صح، وماشيين في عكس الاتجاه صح، يبقى الاختيار باء هو الصح، متوازيين وفي عكس الاتجاه. السؤال اللي بعده، وده سؤال برضو مهم، ركز فيه برضو عشان في حاجة ممكن تلخبطك هنا واحنا بنحل. تعالى واحدة واحدة وصلي على النبي. بيقول لك إذا كان معيار الألف بتساوي 3 والكاف أكبر من أو تساوي -1 وأصغر من أو تساوي 2، يعني أنا ممكن أكتب الكاف كده أهو. كاف بتنتمي للفترة المغلقة عشان هنا في ساوي، هنا أكتب الرقم الصغير اللي هو -1 وهنا الرقم الصغير الرقم الكبير اللي هو كام؟ 2. طب هو بيقول لك إيه بقى؟ أنا عايز إيه بقى؟ أنا عايز معيار الكاف في ألف متجه. طب هي الكاف دي تخرج بره بإيه؟ شوف هو طالب إيه عشان نعرف نشتغل. الكاف تخرج بره بالقيمة المطلقة للكاف، ومعيار الألف يفضل زي ما هو، وأنا أصلا عارف معيار الألف، هو معيار الألف بكام؟ ب3. يعني ممكن أبسط أكتر من كده، أقول يبقى ديت 3 مضروبة في القيمة المطلقة للكاف. ما هي القيمة المطلقة للكاف بكام أصلا عشان أضربها ب3؟ لسه مش عارف. شايف الكاف ده من -1 لكام؟ ل2. طب تعالى بسطها لك أكتر. يبقى هنا من -1 وهنا 0 وهنا 1 وهنا 2، دي اسمها إيه؟ الكاف. طب يا أستاذ، طب يبقى القيمة المطلقة للكاف تنتمي لإيه؟ خد يا عم القيمة المطلقة لكل رقم. -1 القيمة المطلقة ليها كام؟ 1. والصفر القيمة المطلقة ليه 0، وهنا 1 وهنا 2. ده اللي أنا محتاجه بقى. طب ممكن تكتب لي ده على صورة فترة؟ أيوة، يبقى تنتمي أهو. فين الرقم الصغير؟ 0. وفين الرقم الكبير؟ 1. يبقى تنتمي للكام لكام؟ آسف معلش، الرقم الكبير اللي هو كام؟ 2. الرقم الكبير اللي هو 2. دي اسمها القيمة المطلقة للكاف. هو عايز يضربها في كام فوق؟ في 3. اضرب يا عم هنا في 3، واضرب يا عم الحاج هنا برضه في 3، صح؟ هي كانت 2، يبقى القيمة يبقى الفترة 0 في 3 بصفر، والتلاتة في 3 بكام؟ ب9. ولا دي 2؟ دي 2 صح؟ طب تعال، يبقى الاتنين في 3 ب6، دي 2 اهي. يبقى الاتنين في 3 ب6. خلي بالك من المسألة دي بقى عشان مهمة. يبقى القيمة المطلقة للكاف، القيمة المطلقة للكاف، محدش يقول لي ايه يبقى 1 و2، غلط. بدايتها دايما لما بيبقى سالب بتبدأ عند الصفر. يبقى 1 وصفر و1 و2. الرقم الصغير اللي هو 0، والرقم الكبير اللي هو 2. عايز تضرب في 3، ضربت هنا في 3 وضربت هنا في 3. السؤال اللي بعده سهل برضو السؤال ده. بيقول لك إذا كان أ متجه بتساوي 2 في اتجاه السين زائد 3 في اتجاه الصاد، بيصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية سيتا، فإن السيتا، لا ما احنا عارفينها، ما انت واخد إن السيتا بتتجاب من ظا سيتا، وظا سيتا اللي هي صاد على س. طب ما الصادات بكام؟ ب3، والسينات بكام؟ ب2، خلاص خلص. يبقى الظا سيتا ب3 على 2، 3 على 2 اللي هو الاختيار بقى. السؤال اللي بعده هنيجي بقى للصورة القطبية والصورة الإحداثية. بيقول لك إذا كان أ متجه ب6 جذر 2 و3 باي على الأربعة، لا يا أستاذ بعد إذنك دي اسمها صورة قطبية بدلالة المعيار والزاوية. يعني المعيار ب6 جذر 2 والزاوية 3 في 180 على 4. لو جيت تحسب بالآلة 3 في 180 على 4 تطلع لك 135. تمام، يبقى أنا معايا معيار وزاوية، يبقى دي اسمها صورة قطبية. فإن ألف، طيب دي اسمها قطبية. طب بص على الاختيارات كلها إحداثية. طب هو المعيار بكام؟ ما المعيار ثابت ب6 جذر 2، صح ولا إيه؟ ولا إحنا لسه هنجيبه؟ ما هو استنى اصبر بقى، لسه هنشوف السينات بكام ولسه هنشوف الصادات بكام. يلا السين بتساوي إيه؟ والصاد بتساوي إيه؟ ما السين بتساوي المعيار جتا الزاوية. طب والصاد بتساوي إيه؟ المعيار جاء الزاوية. يلا نحسب دي بالآلة ونحسب دي بالآلة. 6 جذر 2 في جتا 135 تطلع -6. 6 جذر 2 جا 135 تطلع بكام؟ بموجب 6. يبقى المفروض الصورة الإحداثية السينات ب-6 والصادات بموجب 6، فسالب 6 و6 اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار بقى. السؤال اللي بعده بيقول لك الصورة القطبية للمتجه اللي اسمه أ بتساوي -3 وصاد هي نقط. طب يا أستاذ هي الصورة اللي مكتوبة فوق أصلا اسمها صورة إيه؟ يا باشا اسمها صورة إحداثية عشان بدلالة السين والصاد. ما السينات مش موجودة هكتب 0،
والصادات بكام؟ بسالب 3. تعال نجيب المعيار. تعال، لأن اللي عندك في الاختيارات صورة قطبية، لازم معيار وزاوية، معيار وزاوية. يبقى الجذر التربيعي للسينات تربيع اللي هو 0 تربيع زائد سالب 3 تربيع اللي هي كام؟ 9. يبقى المعيار يطلع بكام؟ ب3. يبقى أولا ج مرفوضة لأن المعيار هنا مطلعه بالسالب، وألف مرفوضة عشان برضو المعيار مطلعه بالسالب. طب أنا عايز الزاوية. حاضر، ليها طريقتين. بص الطريقة ديت، تعال معلمك حاجة كده. هو المتجه ده اسمه كام وكام؟ صفر وسالب 3. الصفر اهو، واطلع لعند السالب 3. اسف معلش، صفر وسالب 3 يعني تحت اهو. ادي صفر وادي سالب 3. تعال نمسح دي كده، يبقى دي مش معانا خالص اهي. صفر وسالب 3 يعني تحت اهي. يلا. طب عارف الزاوية دي عند كام؟ ما انت حافظ بقى، هنا صفر، هنا 90، 180، 270، 360. صفر وسالب 3 عند الكام تحت؟ عند ال 270. يبقى الزاوية 270. 270 اللي هي 3 باي على الاتنين. فين 3 باي على الاتنين؟ اهي، اللي هو الاختيار ايه؟ د. عايز تعملها بالطريقة التانية؟ تعالى، ممكن اقول ظا سيتا اللي هي بتساوي الصاد على السين. الصاد اللي هي كام؟ سالب 3. والسين اللي هي بكام؟ صفر. ده يا أستاذ غير معرف ديت. الظا غير معرف عند زاويتين، عند ال90 وعند ال270. طب يا أستاذ استخدم أنهي واحدة؟ أستخدم التسعين لو الصاد إشارتها كانت موجب، لأن التسعين عند الصاد الموجب فوق. أستخدم ال270 لو الصاد كانت إشارتها سالب. الصاد فوق في أصل المسألة فوق أهي، بص كده إشارتها سالب، فأختار بكام؟ ال270. أو زي ما قلت لك اعرفها بدي خلاص، صفر وسالب 3 يعني تحت عند ال270. يبقى 3 و3 باي على الكام؟ على الاتنين. السؤال اللي بعده. الصورة القطبية للمتجه 6 و6 جذر 3. يعني انت مديني احداثية، يعني انت مديني السين ومديني الصاد. انت عايز الصورة القطبية؟ حاضر. الصورة القطبية لازم اجيب له المعيار ولازم اجيب له الزاوية. المعيار بتساوي الجذر التربيعي للسينات تربيع اللي هو 6 تربيع زائد الصادات تربيع 6 جذر 3 تربيع. يلا نحسب ديت. 6 جذر 6 تربيع زائد 6 جذر 3 تربيع هتطلع معاك كام؟ هتطلع معاك 12. يبقى المعيار هيطلع ب 12. يبقى خلاص ج دي مرفوضة ودال دي مرفوضة، صح. تعال نحسب الزاوية اللي هي ظا سيتا. وانا بحسب الظا خلي بالك من اشارات الصاد والسين. الظا اللي هي صاد على سين، الصاد فوق بستة جذر 3 والسين بستة، فالستة تطير مع الستة اللي يتبقى جذر 3. وانا في الربع الكام يا استاذ قبل ما اشتغل؟ ما هو السين هنا اشارتها موجب والصاد اشارتها موجب. الربع الاول يعني شيفت يا كابتن. شيفت تان جذر 3، فتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب60. 60 لو عايز تحولها لتقدير دائري يبقى اضربها في باي على 180. هتطلع مع حضرتك باي على التلاتة. يبقى المعيار ب12 والزاوية باي على 3 اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ألف. السؤال اللي بعده. إذا كان المتجه ألف، تعالى ونجيب القلم. إذا كان المتجه ألف بتساوي 10 وسيتا، زاوية معرفهاش، حيث جا سيتا بتساوي 3 على 5، فإن متجه موضع النقطة ألف آسف، جا سيتا ب3 على 5 ده متجه موضع لنقطة اسمها ألف، فإن ألف بتساوي نقط. طب ما واحدة واحدة كده وصلى على رسول الله. أولا هو السيتا ديت زاوية إحنا ما نعرفهاش، ومديك جا سيتا بكام على كام؟ 3 على 5. هي الجا موجبة في كام ربع؟ قول لي كده. هقول لك طريقة سهلة وأقول لك الطريقة التانية لو قدرنا نرسم مثلث. الجا موجبة في الربع الأول وموجبة في الربع التاني. جميل. طب ما أنت ممكن في الاختيارات تنقي الأزواج المرتبة اللي هي ربع أول وربع تاني. من الربع الأول السين في إشارتها موجب والصاد موجب، والربع التاني السين سالب والصاد موجب، صح؟ تعال نشوف بقى. بص كده، أول اختيار موجب موجب وبعدين موجب سالب. غلط، أنا عايز موجب موجب وسالب موجب. ها، بص بقى كده، موجب موجب، جميلة. سالب موجب، الله، هي دي اللي هتنفع. دي اللي واقعة في الربع أول، يعني ديت في الربع الأول واللي جنبها في الربع الكام؟ في الربع التاني. الطريقة التانية ليها إن إحنا نرسم، بس مش هرسم مثلث قائم واحد بقى، أنا هرسم مثلثين. اشمعنى؟ ما أنت محددتليش بالظبط. أرسم مرة مش هي موجبة في الأول والتاني، أرسم مرة واحدة في الربع الأول كده، وأرسم مرة واحدة في الربع التاني، وسيتا هيت قريبة من السينات وسيتا هيت قريبة من السينات. طبق مرة، يلا جا سيتا ب3 على 5، هنا 3
والوتر ب5 يبقى دي كام؟ 4، وهنا موجب وهنا موجب وهنا موجب. طب يلا طبق برضو الجاي هنا، 3 على 5 دي 3 وهنا 5 وهنا 4، بس لسه ما خلصتش، في إشارة هنا بقى، في إشارة سالبة. هتروح تجيب بقى الظا من هنا وهتروح تجيب الظا من هنا، أو عادي روح هات بقى السين اللي هي إيه بقى؟ هتروح تجيب الصورة الإحداثية لكل واحدة، لكل مثلث. ما السين بتساوي المعيار اللي هو 10 جتا سيتا، والصاد بتساوي ما هو فوق أهو المعيار ب10، المعيار ب10 وهنا جا سيتا، برضو المعيار هنا ب10 جتا سيتا، وهنا الصاد تساوي 10 جا سيتا. مرة بقى تشتغل على المثلث ده اهو، يعني مثلا الجتا هنا بتساوي كام على كام؟ 4 على 5، يبقى 10 في 4 على 5، والصاد بتساوي 10 في الجا اللي هي 3 على 5. ومرة انا اهو تشتغل على المثلث القائم اللي جنبه، الجتا هنا هتساوي مجاور على وتر سالب 4 على 5، 10 في سالب 4 على 5، وتحت 10 في 3 على 5. بس اظن الاولى اسهل، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو باء، اللي هو موجبه في الربع الاول والربع الثاني. السؤال اللي بعده بيقول لك معيار الالف بتساوي 4. ماشي، يبقى المعيار بتساوي 4. وحدة طول، فإن ألف متجه بالصورة الإحداثية، يعني هو أكيد مديك صورة قطبية. الصورة القطبية المعيار ب4، والزاوية اللي هي مع الاتجاه ده والمحور السينات، ها صح كده؟ الاتجاه الموجب لمحور السينات اللي هو كان بقى 30 درجة. أنت عايز الصورة الإحداثية سهلة، أروح أجيب لك السين وأروح أجيب لك الصاد. السين بتساوي المعيار اللي هو 4، وهتقول لي الجذر التربيع ده تربيع زي ده تربيع، لا دي زاوية. المعيار جتا سيتا، والصاد المعيار جا سيتا. احسب 4 في جتا 30 تطلع لك 2 جذر 3، و4 جا 30 تطلع لك بكام؟ ب2، اللي هو الاختيار بقى، اللي هو الاختيار بقى. من الأسئلة المهمة برضو خلي بالك منها. إذا كان معيار المتجه أ بتساوي 7، أنا مديك المعيار ب7 والمعيار بيطلع دايما بالموجب، فإن معيار، حاضر يا أستاذ، المعيار دايما هيطلع بالموجب وربنا، يعني -2 دي مرفوضة وسالب 14 دي مرفوضة قبل ما نبدأ حل. هو عايز معيار، المعيار لازم يطلع موجب. بيقول لك اضرب لي المتجه أ في -2، فطبعا انت كنت عايز تختار كام؟ -14. يا حبيب قلب السالب ده معناهم ان هم في عكس الاتجاه، معناهم ان هم في ايه؟ في عكس الاتجاه، لكن المعيار بيطلع بالموجب. خلاص اضربها في 2، يبقى الاتنين في 7 بكام؟ الاتنين في 7 ب 14. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان أ متجه بتساوي 3 وباي على الأربعة، يعني 3 وهنا 45 درجة. لو عايز تحولها يعني اضرب لي المتجه أ في 2، فحضرتك تقوم رايح ضارب له ده في 2 وده في 2. يا كابتن غلط، دي صورة قطبية. وتعالى بس أفهمك وأوعيك لحاجة. لو المحاور عند حضرتك أهو، المحاور بتاعتنا اهي، ركز كده، ورسمت لك وليكن متجه اهو، وليكن زاويته 45. طب قلت لك المتجه ده اهو اضربه في 2، حاضر يعني هيزيد شوية بس الزاوية ثابتة. طب المتجه ده اضربه في 5، حاضر اضربه في 5 يعني يزيد شويتين 3 4 كده اهو، بس الزاوية تفضل ثابتة، صح ولا ايه؟ يعني الزاوية ما بتتغيرش، اللي بيتغير بس الطول بتاعه، المعيار بتاعه، والمعيار بيبقى هو الرقم الاول ده في الصورة القطبية. يعني تقصد يا استاذ ان احنا هنضرب الاتنين في المعيار بس والزاوية هتبقى ثابتة زي ما هي؟ ايوه صح. اضرب بقى الالف في 2، يبقى هنا 3 لما اضربها في 2 يبقى كام؟ يبقى 6 وباي على الأربعة. فين 6 وباي على الأربعة؟ اللي هو الاختيار بقى. طيب نفترض ان هو كان قال لك انا عايز -2 ألف، ركز في دي بقى. لو قال لك انا عايز -2 ألف، المعيار برضو هيطلع بالموجب، خد بالك المعيار برضو هيطلع بالموجب اللي هو كام؟ 6، مفيش معيار بالسالب. لما يقول لك -ألف يعني اجمع على الزاوية 180. لما يقول لك السالب اجمع على الزاوية 180، زود على الزاوية 180. طب ليه بقى؟ هنا الزاوية كام بقى؟ باي على 4، لما زود عليها 180 تطلع معاك كام؟ هتطلع معاك 135. طب ليه يا أستاذ أنا بزود عليها 180؟ تعال، أنت لو عندك متجه ماشي في الاتجاه ده، أنت عارف سالب ألف يعني إيه؟ يعني عكست اتجاهه كده أهو، عكست الاتجاه بتاعه. يعني الزاوية دهيت لو هنا كده، بص هنقيس الزاوية منين؟ من اهو لحد هنا اهو، صح كده؟ يعني بنزود على الزاوية كام؟ 180، لأن دي زاوية إيه؟ لأن ديت زاوية مستقيمة. خلي بالك من السؤال ده عشان مهم. لو عايز -2 ألف المعيار دايما هيبقى بالموجب، بس بزود على الزاوية كام؟ 180. السؤال اللي بعده
بيقول لك إذا كان لام متجه باتنين وسالب تلاتة وكاف متجه بتلاتة وواحد ناقص س، المتجهين دولت متوازيين، خلاص يبقى الميل هنا بيساوي الميل هنا، الصاد على السين هنا بيساوي الصاد على السين هنا، يبقى كام على كام بقى؟ سالب تلاتة على الاتنين بتساوي كام بقى؟ واحد ناقص س على التلاتة. يلا المقص بتاعنا الجميل، الدنيا هتبقى سهلة والله. يلا اضرب يلا الاتنين هنا، يبقى الاتنين في واحد باتنين ناقص الاتنين في س باتنين س. اضرب سالب تلاتة هنا، يبقى سالب تلاتة في موجب تلاتة في سالب كام؟ سالب تسعة. ودي موجب اتنين ده هيبقى عكس الإشارة سالب اتنين، هيبقى سالب اتنين س بتساوي هنا كام دي؟ سالب حداشر. أقسم هنا على سالب اتنين وأقسم هنا على سالب اتنين، السالب مع السالب والاتنين مع الاتنين هيبقى س، والسالب مع السالب يبقى كام على كام؟ حداشر على الاتنين اللي هو الاختيار بقى، اللي هو الاختيار بقى. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه هنا بقى؟ إذا كان ألف متجه بس وأربعة وباء متجه باتنين وصاد، وكان المتجه ألف بيوازي المتجه ب. طب ما سهلة بقى، يبقى المتجه ألف بيوازي المتجه ب، يبقى ميل ألف بيساوي ميل ب، يبقى الصاد على السين هنا بيساوي الصاد على السين هنا، ما الميل في المتجهات يعني الصاد على السين، الصاد على السين هنا اللي هو 4 على س، والصاد على السين هنا اللي هو كام على كام؟ صاد على الاتنين. اعمل مقص، السين في صاد بسين صاد، والأربعة في اتنين هيدينا تمانية، عندنا س صاد بتمانية، أيوة اللي هو الاختيار بقى، اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده، إذا كان المتجه أ باتنين وسالب واحد والمتجه ب بتلاتة وأربعة وج متجه بتساوي ك، وهنا 15 حلو، والمتجهان ركز عشان عايزين نعرف أنهي متجهين متوازيين، المتجهان اللي اسمهم ج وباء ناقص ألف متوازيين. طب الجيم معروفة، أنا عايز بقى باء ناقص ألف، ما هو طالما متوازيين يبقى الصاد على السين بتاعة الجيم هساويها بالصاد على السين بالناتج اللي هيطلع من ب ناقص ألف. طب أنت لسه أصلا ما طلعتش ب ناقص ألف، ما تطرح يا عم عادي، ما سهل. الباء بكام؟ بتلاتة وأربعة، ناقص الألف بكام بقى؟ باتنين وسالب واحد، اطرح يا كابتن يلا. يبقى الباء بتلاتة وأربعة والألف باتنين وسالب واحد، يبقى تلاتة ناقص اتنين ادي كده واحد، أربعة ناقص واحد يبقى كام؟ خمسة. بص بقى كده أكني بقول لك كده أهو، المتجه ج بيوازي المتجه اللي هو طلعناه بكام وكام؟ واحد وخمسة. طب ما الجيم أصلا بكام وكام؟ الجيم أصلا يا أستاذ بكاف وخمستاشر، لو متوازيين الصاد على السين هنا بيساوي الصاد على السين هنا، يبقى خمستاشر على كاف بتساوي خمسة على واحد، المقص يلا، كاف في خمسة هيدينا خمسة كاف، وخمستاشر في واحد بخمستاشر، أقسم هنا على خمسة وأقسم هنا على خمسة، الخمسة تطير مع الخمسة، يبقى خمستاشر على خمسة اللي هي فيها كام؟ فيها التلاتة اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده بيقول لك المتجهان ألف متجه اللي هو بيساوي نون وواحد، والباء متجه اللي هو بتساوي نون في اتجاه السين ناقص أربعة في اتجاه الصاد متعامدان، يبقى الصاد على السين هنا في الصاد على السين هنا بيساوي سالب واحد، أو ثبت ميل والتاني شقلبه غير إشارته والله براحتك. يلا الصاد على السين هنا اللي هي واحد على نون في الصاد على السين هنا سالب أربعة على نون، طالما متعامدين حصل ضرب الميلين بكام؟ بسالب واحد. طب ما يلا بسط في بسط مقام في مقام، واحد في سالب أربعة في سالب أربعة، نون في نون بنون تربيع، كل ده بيساوي كام؟ سالب واحد. مقص يلا، أو طير السالب ده مع السالب ده، نون تربيع في واحد هيدينا نون تربيع، والأربعة في واحد هيدينا أربعة، الجذر التربيع للطرفين، وما تنساش الموجب والسالب، يبقى النون تطلع بكام في الآخر بقى؟ موجب أو سالب كام؟ موجب أو سالب اتنين اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده من الأسئلة المهمة برضو خلي بالك منها، أي أزواج المتجهات الآتية تكون متعامدة؟ يعني أنهي واحد فيهم لما أجيب الميلين يطلعوا سالب واحد، ضرب الميلين يطلعوا سالب واحد، تعالى كده. دي كانت كام دي؟ صفر، صفر. صفر على تلاتة فيها الصفر، سالب واحد على الاتنين اللي هي بسالب نص، وأنا لما أضرب دول يطلعوا بسالب واحد غلط. خمسة على سالب اتنين اللي هو يدينا خمسة على سالب اتنين اللي هي سالب اتنين ونص، وديت على ديت سالب عشرة على الأربعة اللي هي سالب على الاتنين فيها الخمسة على الاتنين فيها الأربعة، لو ضربت دولت برضو مش هيطلعوا سالب واحد، اضرب خمسة على الاتنين، احنا قلنا هنا على الاتنين فيها الخمسة على الاتنين فيها الاتنين مش هيطلعوا سالب واحد برضو. طب وهنا لا، ركز هنا بقى، ركز هنا بقى، صفر على الاتنين اهو اللي هي فيها كام؟ فيها الصفر، ولما الميل بيساوي صفر يبقى المستقيم ده اهو بيوازي محور ايه؟
بيوازي محور السينات. طب الصاد على السين هنا 2/0 غير معرف، ولما تطلع غير معرف يبقى المستقيم ده هو بيوازي ايه؟ الصادات. لو عندك المحاور بتاعتك ايه، لو عندك مستقيم بيوازي السينات، مستقيم بيوازي السينات ومستقيم بيوازي الصادات، يبقى اكيد الزاويه بينهم كام؟ 90. هي دي الصح. بس شايف الراجل جايبها لك ازاي بقى؟ يا استاذ الميلين طلعوا مش ضاربين ب1. طب ما دي حاله تانية انت خدتها برضو في اعدادي، لما يكون واحد بيوازي السينات الميل بتاعه ب0، واحد بيوازي الصادات الميل بتاعه غير معرف، يبقى الزاويه بينهم برضو بكام؟ ب90. هتجرب ده برضو مش هيطلع الميلين بكام؟ ب1. ما ينفعش تقول لي هنا الميل فرق الصادات على فرق السينات، لان احنا بنتكلم على المتجهات، والمتجهات الميل بتاعها بيساوي الصاد على السين. السؤال اللي بعده، هتكتب الملحوظة دي ورايا ولا ايه؟ يلا هنكتب اهو. أي من أزواج المتجهات الآتية ليس متضادين؟ طب يا أستاذ أنا عايز أفرق بس بين حاجتين، لو هما كانوا متضادين، يعني لو كانوا في عكس الاتجاه، لو كانوا في عكس الاتجاه هيبقى ليهم نفس الميل، هيبقى ليهم نفس الميل بس الإشارات مختلفة. هيبقى ليهم، ما هو بقى مختلفين في الاتجاه، صح كده؟ لو كانوا متضادين يبقى ليهم نفس الميل بس الإشارات مختلفة. طب لو كانوا ليس متضادين يعني في نفس الاتجاه، هيكون ليس لهم نفس الميل. يبقى تاني، لو متضادين يبقى ليهم نفس الميل بس الإشارات مختلفة، أما بيكونوا في نفس الاتجاه بيكون موجب. لو ليس متضادين يبقى ليس لهم نفس الميل. أنهي واحدة في الاختيارات ملهمش نفس الميل؟ تعال كده نجرب. الصاد على السين هنا تطلع ب0 والصاد على السين هنا تطلع ب0. أنا بدور على اللي ملهمش نفس الميل، اللي ملهمش. طيب الصاد على السين هنا 2/-4 تديك -نص، وهنا -1 على 2 -نص، غلط برضو، انا بدور على اللي مالهمش نفس الميل. طب جيم الصاد على السين -3/5 والصاد على السين -5/3، مختلفين، والله مختلفين، هي دي الصح. ما هو ليس متضادين يعني ليس لهم نفس الايه؟ ليس لهم نفس الميل، صح ولا ايه؟ مظبوط. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان ألف متجه غير صفري، يعني ما بيساويش الصفر، يعني عادي تقسم عليه، وكاف تنتمي لحاء ستار، يعني كل الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر، عادي برضو تقسم عليه، بس هنشوف. وكان معيار كاف ألف متجه بتساوي 1، فإن كاف، طب ما تخرج الكاف دي بره، الكاف تخرج بالقيمة المطلقة للكاف، وآدي معيار الألف زي ما هو، كل ده بيساوي كام؟ 1. طب انت طالب ايه عشان اقسم؟ انا طالب والله الكاف، يبقى اقسم على معامل الكاف اللي مضروب في الكاف، اقسم هنا على معيار الالف واقسم هنا على معيار الالف. طبعا المعيار هنا هيطول مع المعيار هنا، يبقى ايه اللي بقى؟ القيمة المطلقة للالف بتساوي 1 على معيار الالف. طب لما القيمة المطلقة بتساوي حاجة يبقى الكاف بتساوي موجب او سالب الحاجة، يبقى موجب او سالب 1 على معيار الالف. فين موجب او سالب 1 على معيار الالف؟ اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده، ركز في الكلمات اللي فيه بالله عليك. اذا كان الف متجه بتساوي كاف في ج متجه، ماشي، حيث ج متجه وحده، الله ينور. ما هو طالما قال ج متجه وحده يبقى المعيار بواحد، يا واد وحده وحده يعني معيار الجيم بواحد. في اتجاه الالف يعني هما كمان في نفس الاتجاه يبقى الاشاره موجب، هما في نفس الاتجاه يبقى الإشارة موجب، يبقى ج أولا غلط وألف أولا غلط عشان فيها سوالب. ما هو لو في نفس الاتجاه موجب في عكس الاتجاه سالب. طب أنت عايز كاف والاختيارات فيها معيار، خلاص هناخد معيار للطرفين، بلفون أهو، ناخد معيار للطرفين أهو، يبقى ناخد معيار للطرفين، معيار للألف ومعيار للكاف في الجيم. يلا معيار الألف زي ما هو. طب الكاف تخرج بإيه؟ بالقيمة المطلقة للكاف في معيار الجيم. طب انت طالب ايه بقى؟ تعال نشوف هو عايز ايه كده. هو بيقول لك انا عايز الكاف، اقسم يا عم على معامل الكاف. فين معامل الكاف؟ جيم، اقسم هنا على معيار الجيم واقسم هنا برضو على معيار الجيم. خد بالك الجيم بواحد، فانا ممكن من غير ما اصلا ما اقسم عليها خلاص الجيم بواحد، والواحد في المقام ملوش لازمه، صح؟ تعال يبقى انت عندك القيمة المطلقة للكاف بتساوي معيار الألف. مش المفروض يا أستاذ الكاف بتساوي موجب أو سالب معيار الألف؟
بس هو قال لك في نفس الاتجاه فوق، ففي نفس الاتجاه الإشارة تبقى بالموجب، يبقى اختار انهي واحدة بقى؟ يبقى الاختيار باء عشان الإشارات تبقى بالموجب يا شباب. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان ألف متجه بسالب 2 1 والباء متجه بكاف 3 والجيم متجه بميم وسالب 4. ركز بقى في دي. ألف متجه بيوازي ب متجه، خلاص. طب ما في ثانية تعالى نستفاد من دي. ده يعني هما ليهم نفس الميل، الصاد على السين بتاع الألف بيساوي الصاد على السين بتاع الب. الصاد على السين بتاع الألف يعني 1 على سالب 2 اللي هي سالب 1 على 2، السالب حطه في البسط بقى. الصاد على السين بتاع الب اللي هو كام على كام؟ 3 على الكاف. مقص يلا. كف في سالب 1 بسالب كاف، والاتنين في 3 ب6. اقسم هنا على سالب 1 وهنا على سالب 1، يبقى الكاف تطلع بكام؟ الكاف تطلع بسالب 6. ايه اللي بعده؟ ألف عمودي على الجيم، تعال نستفاد منها. يعني الصاد على السين بتاع الألف في الصاد على السين بتاع الجيم حاصل ضربهم بكام؟ حاصل ضربهم المفروض يكون بسالب 1. طيب يلا. طب الألف فين؟ الصاد على السين بتاعها سالب 1 على الاتنين، والجيم سالب 4 على ميم بتساوي سالب 1. بسط في بسط يبقى هنا كام؟ 4. مقام في مقام يبقى هنا 2 ميم، كل ده بيساوي كام؟ سالب 1 ومقام 1. ناقص يلا. 2 ميم في سالب 1 يبقى سالب 2 ميم، والأربعة في 1 بتساوي 4. أقسم هنا على سالب 2 وأقسم هنا على سالب 2، يبقى إذا هنا السالب مع السالب والاتنين مع الاتنين، يبقى الميم بتساوي 4 على سالب 2 فيها السالب 2. طب هو كان عايز إيه؟ الكاف على الميم. طب ما الكاف بسالب 6 والميم بسالب 2، السالب مع السالب يبقى 6 على 2 فيها كام؟ فيها 3 اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان أ متجه ب3 س ناقص 4 ص والباء متجه بتساوي 1 في اتجاه الصاد والجيم متجه مديها لك بالصورة القطبية، خلاص أنا لقطت منك المعيار ب5 أهو. ماشي، أنا عايز معيار الألف ومعيار الب ومعيار الجيم. هات يا عم معيار الألف سهل، الجذر التربيعي للسينات تربيع 9 زائد الصادات تربيع 16 تطلع كام؟ 5 زائد. هات يا عم المعيار بتاع الب، جذر التربيع للسينات تربيع مش موجودة 0 زائد الصادات تربيع بكام؟ ب1، وجذر الواحد 1. طب معيار الجيم ما هو جاهز، مش دي صورة قطبية؟ ده المعيار وده الزاوية، يبقى المعيار بكام؟ ب5. طبعا 5 و5 10 واحد يبقى كام؟ 11 اللي هو الاختيار ج. بيقول لك المتجه الذي يعبر عن إزاحة جسم مسافة 40، يعني عايز يقول لك إن المعيار ب40 في اتجاه الجنوب الشرقي. طب ما يلا يا عم أهو، ما هي دي شمال وهنا جنوب وهنا شرق وهنا غرب. طب تعالى بقى، بيقول لك إيه بقى؟ كمل كده، تعالى واحدة واحدة. بيقول لك إزاح الجسم مسافة 40 في اتجاه الجنوب الشرقي. فين الجنوب الشرقي؟ أدا الجنوب وأدا الشرق أهو، يبقى هو هنا صح كده؟ وطالما ما قالش زاوية يبقى هنا 45 وهنا كام؟ 45. وخد بالك إن الزاوية بتتقاس منين لمنين؟ الزاوية بتتقاس من أهو لحد ما أخبط في الخط بتاعي، يعني كان هنا 270، ضيف عليها كام بقى؟ 45. يبقى المفروض بص كده، المعيار ب40 فوق والزاوية بكام؟ 270 ضيف لها 45 تطلع معاك 315 درجة. تاني يا أستاذ تاني، المسافة ب40 يعني المعيار ب40. طب الزاوية بقيسها منين؟ مش 45 يا ولا، الزاوية دايما بنقيسها ببدأ من السينات الموجب لحد ما أخبط في الخط، يبقى 40 و 315. طب الاختيارات كلها الصورة إحداثية صح؟ طب ما تعالى معلمك حركة كده إيه تبقى معلم كده. هو الخط الأزرق ده في الربع الكام؟ في الربع الرابع، والربع الرابع إشاراته السين موجب والصاد سالب. طب ما أنا ممكن ألمح في الاختيارات فين السين الموجب والصاد السالب. هنا موجب موجب غلط، جيم سالب سالب غلط، دال موجب وبعدين سالب. طب استنى نشوف بقى كده، باء سالب وموجب غلط، دال هي الصح على فكرة. ربع رابع دي عايز تجيب انت بقى الصورة الإحداثية، السين بتساوي 40 جتا 315 والصاد بتساوي 40 جا 315. احسب هتلاقي الأولى طلعت هنا ب 20 جذر 2 والتانية طلعت هنا بسالب 20 جذر 2، أو ممكن تختارها كده على طول يعني براحتك. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان معيار القوة ق بتساوي 10 نيوتن وتعمل في اتجاه 30 شمال الشرق. طب ما يلا بقى الاتجاهات اهي بقى، ادي هنا شمال وادي هنا جنوب وهنا شرق وهنا غرب. طب انت بتقول ايه؟ قوة مقدارها 10 وتعمل في اتجاهها ايه؟ بلغني كده، تعالى واحدة واحدة. 30 شمال الشرق
طب ما الشمال والشرق اهو. طب ال30 قلنا بنحطها مع الكلمة التانية قريبة من الشرق اهو. طبعا القوة ب10 يعني المعيار ب10. طب تعال نشوف كده. انا ممكن اكتبها لك بالطريقة ده اهي. المعيار ب10 والزاوية كده كده الحمد لله اهو، من هنا لهنا يبقى 30 اهو. المعيار ب10 والزاوية 30. طب الاختيارات كلها صورة ايه؟ الاختيارات كلها صورة احداثية. هات الصورة الاحداثية، يعني هات السين بكام وهات الصاد بكام. السين بتساوي 10 جاتا 30، والصاد بتساوي 10 جا 30. لما تحسب 10 في جاتا 30 تطلع 5 جذر 3. احسب 10 في جاتا 30 تطلع بكام؟ بخمسة. يبقى السين بخمسة جذر 3 والصاد بكام؟ بخمسة. والربع الأول طبعا إشاراته موجب موجب. السؤال اللي بعده بيقول لك سفينة تقطع مسافة 35 ولا كام ديت؟ ما السفينة تقطع مسافة 10 جذر 3 كيلو متر شمالا، ثم تقطع 10 كيلو متر غربا، فإن الإيه؟ الإزاحة. طب ما واحدة واحدة. المحاور بتاعتنا اهي، هنا شمال وهنا جنوب وهنا شرق وهنا غرب. يلا انت قلت لي تقطع ايه بقى؟ تعال ما نظبط الدنيا كده. تعال 10 جذر 3 في اتجاه الايه؟ في اتجاه الشمال اهو. ادي 10 جذر 3 يعني مشي كده اهو شويه. 10 جذر 3 في اتجاه الشمال، حاضر. وبعدين وقفت اهو، اخرها كانت اهو، بدايتها كانت اهو، ونهايتها كانت اهو. من اهو بقى مشيت ازاي؟ 10 كيلو متر في اتجاه الغرب، وبعد ما مشيت شويه كده اهو 10 كيلو متر في اتجاه الغرب. يعني دي النهايه ودهيت البداية، صح كده؟ طب انت عايز ايه؟ انا عايز الازاحة. طب ما حضرتك عارف ان الازاحة عندنا في الرياضة وصل ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية. ادي البداية للنهاية والاتجاه بتاعها اهو. صح؟ مية مية. طب يا استاذ بعد اذنك، طب انا هجيب الضلع ده ازاي؟ عايز تجيبه يا عم من نظرية فيثاغورس براحتك، بس هو قال لك هنا 10 جذر 3 كيلو متر وهنا كام 10. طب ما تيجي نجيب ده من فيثاغورس كده. الجذر التربيعي ل10 تربيع زائد 10 جذر 3 الكل تربيع. لو حسبت الحسبة دي هتطلع معاك بكام؟ ب30. يبقى الزاوية هنا بكام؟ ب30. صح ولا ايه؟ يبقى تمام. يبقى لا، دي هتطلع معانا 20، آسف 20. يبقى دي هتبقى كام؟ 20. استنتجنا دي 30 ازاي بقى؟ بص يا باشا، هنا الضلع ده بكام؟ 30 10، والضلع هنا بكام؟ ب 20. الضلع المقابل للزاوية 30 نص الوتر. أنا لاحظت إن دي 10 والوتر ب 20، يبقى الزاوية دي بكام؟ ب 30. يبقى بص بقى كده، المعيار عندك بكام؟ ما هوش عايز الإزاحة، عايز الإزاحة والاختيارات كلها صورة قطبية. يبقى المعيار بتاع الإزاحة اللي بالخط الأسمر ده 20، والزاوية لو قلت 30 حرام عليك والله. الزاوية بنقيسها من اهو لحد ما اقبض في الخط اللي انت عايزه اهو، من اهو لحد ما اقبض في الخط الاسمر اللي هو الازاحة كده 90. وزودنا عليها كام؟ 90 وزودنا عليها 30. يبقى هنا كام بقى؟ 120. طب ما ممكن ال 120 ده اضربها في كام؟ في باي على 180 عشان بس الاختيارات. هتبقى كام بقى؟ هتبقى 20 و2 باي على 3 اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار بقى. خلي بالك من الحتة دي بقى. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان أ منتجة بتساوي ك وك زائد 3 والمعيار ب 3 جذر 5. هات يا عم المعيار وساوي 3 جذر 5. الجذر التربيعي للسينات تربيع ك تربيع زائد الصادات تربيع ك زائد 3 لكل تربيع. هساويها بكام بقى؟ ب 3 جذر 5. طب يلا واحدة واحدة كده. نعمل إيه بقى؟ تعالى نربع الطرفين عشان نشيل الجذر. يلا أربع هنا الطرفين. التربيع ده اهو يطير الجذر. ايه اللي يتبقى؟ هيتبقى عندك ان الكاف تربيع زائد كاف زائد 3 لكل تربيع بتساوي، لما تربع ديت هيبقى التلاتة تربيع ب9 جذر 5 في جذر 5 ب5 يبقى كام؟ 45. تعال نفك قوس أس 2. قوس أس 2 مربع أول مربع تاني 9 إشارة النص أول في تاني في 2 اللي هي 6 كاف، ودخل دي جوه بعكس الإشارة ناقص 45 بتساوي كام؟ صفر. كاف تربيع وكاف تربيع ادي 2 كاف تربيع زائد الستة كاف وتسعة ناقص 45 اللي هو سالب 36، وكل ده بيساوي كام؟ كل ده بيساوي صفر. عايز تقسم على الاتنين في كله براحتك، او امسك الآلة واكتب موت 5 3. 2 يساوي موجب 6 يساوي سالب 36 يساوي. أول كاف هتطلع لك بسالب 6
وتاني كاف هتطلع لك بكام؟ بموجب 3. انهي واحده بقى موجوده عندنا؟ والله بيقول لك فان احدى، يعني انا عايز واحده من اللي انت طلعتها. انت مديني كام؟ انت ما يا مديني يا سالب 6 يا 3. ما هو سالب 6 مش موجوده، بس ال 3 هي اللي موجوده، اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان أ متجه بتساوي س واحد وص واحد، والباء متجه بتساوي س اتنين وصاد اتنين، دي صاد اتنين. بيقول لك فإن المتجهين أ متجه وباء متجه متعامدين إذا كان إيه؟ يا عم كتر خيره، يعني الصاد على السين هنا في الصاد على السين هنا بيساوي سالب واحد، يبقى صاد واحد على س واحد في صاد اتنين على س اتنين، كل ده بيساوي كام بقى؟ سالب واحد. متعامدين يا باشا، بسط في بسط، مقام في مقام. هيبقى صاد واحد، هنستنتج حاجة دلوقتي، صاد واحد في صاد اتنين على س واحد في س اتنين بتساوي كام؟ سالب واحد. طب تعال نبص جايز دي تكون موجودة كده في الاختيارات. صاد واحد على صاد اتنين على س واحد على س اتنين بيساوي سالب واحد، طبعا الأولى غلط والتانية غلط. طب تعال نشوف جيم كده، ده هو حاطط س فوق وصاد تحت، يعني مشقلب الكسر ده خلاص. ما انت لو شقلبت الطرف الايمن تشقلب لي كمان الطرف الايسر. تعال نشقلب كده، هيبقى س واحد س اتنين على صاد واحد صاد اتنين. شقلب بقى ده، ما هو السالب واحد على واحد لما تشقلبه برضه يبقى كام؟ سالب واحد. دي موجودة بقى؟ يبقى الاختيار ايه؟ اللي هي الاختيار ج. كنا ممكن لو عملنا مقص نستنتج حاجة. بص كده، تعال نتعلم حاجة عشان المسألة اللي جاية. تعال نعمل مقص كده، هيبقى صاد واحد في صاد اتنين بتساوي سالب س واحد في س اتنين. تعال ندخل ده بعكس الإشارة كده، هيبقى صاد واحد في صاد اتنين زائد س واحد في س اتنين بتساوي صفر. دي ملحوظة برضو مهمة، لما اضرب الصاد في الصاد زائد السين في السين ويطلعوا بيساووا أس صفر، يبقى المتجهين ده همت ايه؟ متعامدان. لو صاد واحد في صاد اتنين زائد س واحد في س اتنين ساوي الصفر، يبقى المستقيمان ايه؟ متعامدان. هنعرفها في المسألة اللي جاية برضه. ركز عشان نستنتج فيها حاجة بقى، والمسألة دي مهمة. بيقول لك إذا كان أ متجه بتساوي س واحد وصاد واحد، وباء متجه بتساوي س اتنين وصاد اتنين، وج متجه بس تلاتة وصاد تلاتة، وكان س واحد، ركز بقى، س واحد في س اتنين زائد صاد واحد في صاد اتنين. على فكرة دهيت أنا ممكن نستنتج منها حاجة، لسه قايلين بتاع المرة اللي فاتت. أهي بقى السلايد اللي فات ده كنا قايلين في الحتة دي برضه. س واحد في س اتنين لما اضرب السينات في السينات زائد الصادات في الصادات وبصفر، يبقى المتجهين متعامدين. انهي بقى يا استاذ متجهين؟ ما انا عايز اعرف. ما هو س واحد وس اتنين يعني هنا الف، وصاد واحد وصاد اتنين هنا واحده من الف واحده من ب. يعني اقصد اقول لك هنا اللي الف متجه عمودي على ب متجه. ما هو س واحد وس اتنين من الف وهنا من ب، وصاد واحد وصاد اتنين هنا في الف وهنا ب. طب س واحد س تلاتة، شكل ألف وجيم، وصاد واحد وصاد تلاتة شكل ألف وجيم، يبقى المتجه ألف عمودي على المتجه ج. لما أضرب السين في السين زائد الصاد في الصاد تطلع بصفر، متعامدين. إيه بقى الاختيارات دي بقى؟ أنا مش عارف. بص بقى كده، ألف عمودي على الجيم وألف كمان عمودي على باء. أنا لو رسمت متجهين كده، وليكن هنا جيم وليكن هنا باء، بيقول لك المتجه ألف، ركز، المتجه ألف عمودي على باء، وألف برضو عمودي على ج. ألف عمودي على ج أهو، ولما ينزل برضو تحت هيكون عمودي على باء. طب نستنتج ايه من كل ده؟ أنا استنتج إن ج وباء لازم يكونوا متوازيين. المتجهان العموديان على ثالث يكونان متوازيان، صح؟ أنا هستنتج من ده إن المتجه ب لازم يوازي المتجه ج، ولازم تكون دي رسمته. خلاص، لو ب بيوازي الجيم يبقى ميل ب بيساوي ميل الجيم. ميل الب يعني الصاد على السين صاد اتنين على س اتنين، وميل الجيم صاد على السين صاد تلاتة على س تلاتة. المقص يلا، صاد اتنين في س تلاتة، ادي صاد اتنين في س تلاتة بتساوي س اتنين في صاد تلاتة. س اتنين في صاد تلاتة، هو كان عايز ايه؟ س اتنين في صاد تلاتة. طب ما هو س اتنين في صاد تلاتة بيساوي صاد اتنين في س تلاتة. فين صاد اتنين في س تلاتة بقى؟ اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده، ركزوا يا شباب، الترم التاني ده اساسيات رهيبة لازم نطلع بيها تانية ثانوي. بيقول لك أ متجه بيساوي سالب واحد واتنين، والباء متجه بكام وكام؟ بتلاتة وسبعة، والجيم متجه بسبعة واتناشر. فإن ج متجه، ده هو كاتب الجيم بدلالة أ وب، صح؟ فاكرين انتوا الملحوظة ديت؟ في ناس على فكرة تقعد تجرب الاختيارات. يا عم والله العظيم براحتك، بس تعالى أعلمك الطريقة كنا خدناها ازاي.
عشان نكتب ج بدالة متجهين كنا بنكتب كده ج متجه. لاحظ كده، كاف في اتجاه الألف زائد وليكن لام أو ميم في اتجاه الألف زائد لام في اتجاه الب. مش هتفرق عادي، ايه المشكلة؟ لام كاف في اتجاه الألف زائد لام في اتجاه الب. يا أستاذ أنت لعبكت ليه؟ أنت كنت شرحها لنا هنا لام وهنا كاف، أو هنا لام وهنا ميم. يا جدعان هي فرقت، هنا ميم وهنا كاف، هنا كاف وهنا لام. احنا هنقعد نحفظ؟ تعالوا عشان ما نبوظلكوش الدنيا اهو. ثبتها يا عم في دماغك ايه. كنا احنا بنكتبها ايه؟ ج متجه بتساوي ايه بقى؟ فاكر؟ اكتب هنا ايه بقى؟ مليني بقى، كاف ولا لام اللي انت عايزه. كاف في اتجاه الالف زائد ميم في اتجاه الب اللي انت عايزه بقى. دي صح ودي صح. عايز صفر كاف ولام ميم وكاف اي حاجه. يلا ج متجه بتساوي، اضرب لنا ألف في كاف. يلا الألف اضرب لنا في كاف بقى، يبقى هنا سالب كاف وهنا 2 كاف زائد، اضرب لنا المتجه ب في ميم. حاضر، يبقى هنا 3 ميم وهنا 7 ميم. والجيم ده اهي هكتبها لك في الآخر ان هو بعد إذنك هو مديها لك فوق بكام وكام؟ 7 و12. اجمع السينات هنا مع السينات هنا وساويها بالسينات اللي بره. هيبقى 3 ميم ناقص الكاف الجمع الدالي تساوي كام؟ 7. ودي المعادلة رقم 1. واللي بعدها 7 ميم زائد 2 كاف تطلع بتساوي كام بقى؟ تطلع بتساوي 12. يا تحلهم بالآلة يا تحلهم بالإيه؟ يا تحلهم بالحذف أو تطير. تعال نحلهم بالآلة كده. التكة مود 5 1 أو مود 3 على حسب الآلة الحاسبة اللي عندك نوعها إيه. تعال التكة كده أهو. تعال نحلها كده. أنا معايا الآلة الحاسبة أهو بحسب وأنت المفروض احسب معايا بقى. يلا نكتب ايه يا استاذ بقى؟ اول واحده 3 يساوي اهو، سالب 1 يساوي سالب 1 يساوي، وبعدين 7 يساوي هتنزلك تحت. اكتب بقى 7 يساوي موجب 2 يساوي، وبعدين 12 يساوي وكمان يساوي. اول رمز هيطلع، اول رمز اللي انت مدخله، انا مدخل الميم الاول، يبقى الميم طلعت بتساوي 2 كمان يساوي، والكاف طلعت بسالب الواحد. طب اكتبها ازاي بقى؟ بص ج فوق انت كنت كاتبها ازاي؟ كاف في اتجاه الالف يعني سالب الف متجه زائد ميم في اتجاه الب، ما هي الميم باتنين ب متجه. فين ديت بقى؟ سالب ألف متجه زائد 2 ب، والجمع إبدالي. أنا ممكن أجيب لك دي مكان دي ودي مكان دي، اللي هو الاختيار بقى، اللي هو الاختيار ج هو اللي هيبقى صح. عايز تقعد تجرب الاختيارات والله براحتك بقى. شوف السؤال اللي بعده، بيقول لك إذا كان ألف متجه بتساوي 2 جذر 2 وباي على 4، وباء متجه ب 2 جذر 2 و3 باي على 4. أنا عايز المتجه ألف، عايز يجمع المتجه ألف زائد المتجه ب. ما ينفعش أجمع وهما في الصورة القطبية، لازم للأسف أجيب الإحداثية بتاعت كل واحدة. طب يلا الإحداثية بتاعت الأولى ده السين بتساوي 2 جذر 2 جتا 45، والصاد بتساوي 2 جذر 2 جا 45. احسب دي كده تطلع دي معاك السين هنا هتطلع بتساوي موجب 2، والصاد هنا هتطلع بموجب 2. يبقى الصورة الإحداثية بتاعت ده اهي 2 و2. تعال نجيب الصورة الإحداثية بتاعت التانية. يلا السين بتساوي 2 جذر 2. طيب احسب بقى كده اللي هي 3 في كام بقى؟ تعال نحسبها اهو. 3 فين؟ احسبها او اكتبها زي ما هي، 3 في 180 على 4 او 3 في، لا حسبتها 3 في 180 على 4. 180 على 4 اللي هي كام؟ 45. واضربها بقى في كام؟ واضربها في التلاتة. هيبقى 2 جذر 2 وهنا في جتا 3 بايع في 180. احسبها انت بقى. والصاد بتساوي 2 جذر 2 في جا 3 على 4 في كام برضه؟ 180. احسب الأولى كده، الأولى دي هتطلع معاك بسالب 2، والتانية هتطلع معاك بموجب 2. عايز تجمعهم؟ يلا يبقى الصورة القطبية بتاعت ديت هنا سالب 2 وهنا موجب 2. اجمع بقى يا عم السينات مع السينات والصادات مع الصادات. يبقى 2 ناقص 2 يبقى هنا كام؟ صفر. وهنا 2 و2 كام؟ 4. يبقى صفر و4. فين صفر و4؟ صفر و4. طب استنى، ده في خدعة كمان تاني. ده هنا أنا جبتها له بالصورة الإحداثية، ما لقيتش في الصورة الإحداثية أصلا صفر و4. خلاص هات له القطبية، جايز القطبية هي اللي تكون موجود. شايف الراجل بيلعب معاك إزاي؟ هات المعيار، ما القطبية لازم معيار وزاوية. صفر تربيع زائد 4 تربيع يبقى كام بقى؟ أدي جذر
يبقى 16 وجذر 16 4، يبقى المعيار بأربعة. طب مش انت قلت لي صفر وأربعة؟ المفروض يبقى صفر وأربعة يعني فوق هنا، يعني عند الزاوية كام؟ 90 صح؟ عند الزاوية 90 يبقى المفروض أربعة والزاوية 90 أهي. شايف؟ جبنا الصورة الإحداثية ما لقيناهاش موجودة، يبقى أنت جرب هات القطبية بتاعتها جايز تلاقيها موجودة. السؤال اللي بعده بيقول لك المتجهان 4 جذر 3 وباي على 6 و4 جذر 3. بيقول لك إيه هنا بقى؟ بيقول لك يكونان نقط. خد بالك هما ليهم نفس المعيار صح؟ بس ملهمش نفس الزاوية، لهم نفس المعيار بس ملهمش نفس الزاوية. طب ما تيجي نجيب الصورة كده الإحداثية ونتأكد. الصورة الإحداثية س بتساوي 4 جذر 3 جتا 180 على 6، والصاد بتساوي 4 جذر 3 وهنا جا 180 على 6. تطلع السين هنا معاك بتساوي 6 والصاد هنا ب2 جذر 3، يبقى أول واحدة 6 وهنا 2 جذر 3. طب يلا هنا السين بتساوي كام؟ 4 جذر 3 وهنا جتا 5 في 180 على التلاتة. احسبها انت بقى على طول. والصاد بتساوي 4 جذر 3 وجا 5 في 180 على 3. تطلع هنا بتساوي السين فوق هتطلع معاك تقريبا ب 2 جذر 3، تطلع معاك ب 2 جذر 3، والصاد هتطلع معاك تحت بسالب 6، يبقى دوت ب 2 جذر 3 وسالب 6. لاحظ حاجة كده ان هنا 6 و2 جذر 3 وهنا مشقلب ومغير الاشاره، هنا 2 جذر 3 وسالب 6. جرب تجيب الميل هنا صاد على السين وجرب تجيب الميل هنا صاد على السين، هتلاقي حصل ضربهم بكام؟ بسالب 1. يبقى المتجهين يبقى متعامدان. السؤال اللي بعده بيقول لك أ ب ج د ه ك ده شكل سداسي منتظم. خد بالك السداسي المنتظم أضلاعه كلها متساوية، والأقطار اللي جوه بتقسمه لمثلثات متساوية الأضلاع. بتقسمه لمثلثات متساوية الأضلاع أهو. يعني كل المثلثات ده هي 60، كله متساوي الأضلاع 60 60 60 كله ب60. مثلثات متساوية الأضلاع بقى ما هو شكل منتظم. بيقول لك إيه هنا؟ بيقول لك طول ضلعه كمان ب5. حاضر، يعني ده ب5 وده ب5 وده ب5 وده ب5 وده ب5 وده ب5، يعني يقصد يقول لك يا عم المعيار ب5. حاضر، المعيار ب5 يبقى قالب غلط أولا وبقى غلط. ماشي، المعيار ده من موجب. أنا عايز واو هاء، وبصوا الاختيارات صورة قطبية، يبقى أنت عايز واو هاء بالصورة القطبية، يبقى أنت لازم لك يا كابتن معيار ولازم لك زاوية. الحمد لله المعيار معايا ب5. الزاوية بتتقاس ازاي؟ وأنت عايز تقيس أصلا أنهي زاوية؟ واو هاء. بص كده الواو هاء اللي أنا عايز لك عليها ده إيه؟ واو هاء، عايز أعرف زاويتها بكام. اوعى تقول لي 60 وتتهبل في دماغك. أنا بقيس الزاوية منين؟ بص من محور السينات الموجب لحد ما اخبط في الخط اللي انا عامله ده. انا عايز ده كلها بكام؟ ما انت يا واد عارف ان ده بكام؟ 180. اجمع عليها بس كام؟ 60، تبقى 240. يبقى الزاويه اللي هو اسف المعيار ب5 والزاويه بكام؟ ب 240. ال 240 ده انا ممكن اضربها في كام؟ في باي على 180 صح؟ هيبقى المعيار عندك بكام؟ ب5، والزاويه لما تضربها في باي على 180 تطلع لك 4 على التلاتة باي. 4 على 3 باي اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ج. ركز في السؤال اللي بعده، يبان لك انه صعب بس هو مش صعب والله. بيقول لك مثل الشكل المقابل للمتجه أ. أنا عايز أي الأشكال الآتية يمثل المتجه سالب نص أ. ماشي. والله ليها طريقتين، ممكن نقعد نعد المربعات، أو طالما قال سالب يبقى غير اتجاه صح؟ يعني الجسم ده كان ماشي في الاتجاه ده، دور في الاختيارات الجسم اللي ماشي عكسه، هو مش هتلاقي إلا جه. هو الجسم ماشي في عكس الاتجاه بتاعه، عكس الاتجاه، يعني ده اللي فوق كان طالع كده، طالما قال اشاره سالب ادور على اشارته تحت كده. طبعا لو جيت تعد المربعات هنا بص كده، دي البدايه اهي ودي النهايه صح، دي بدايته ودي نهايته. يبقى بص كده هو مشي ازاي؟ مشي هنا 1 ومشي هنا كام؟ ومشي هنا -2 عشان دي في الاتجاه السالب لمحور السنة، او اعرفها كده على طول يعني. السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل المقابل أ ب1 و3. الألف ده ب1 و3 والباء ب5 و5. الشكل اللي بيمثل أ، يا عم احنا عايزين السينات والصادات. دي البداية، لازم تعرف بدايتك فين ونهايتك فين، ما السهم اللي بيقول لك السهم كان كده اهو. دي البداية ودي النهاية. أنا عايز أعرف أنا مشيت كام كده في السين وطلعت كام كده في الصاد. يلا تعالى واحدة واحدة كده، تعال نشوف مشينا كام كده في السين أهو.
عايز اعرف انا مشيت كام كده اهو في السين. ما انت هنا واحد وهنا خمسة، عايز تعرف مشيت كام؟ اطرح يا عم، خمسة ناقص واحد كام؟ أربعة، يبقى أنا مشيت هنا أربعة. انت عايز أعرف طلعت الحتة دي كام؟ شوف الصادات أهو. عايز تعرف طلعت الحتة دي كام؟ شوف الصادات. هنا تلاتة وهنا خمسة، اطرح خمسة ناقص تلاتة كام؟ اتنين. أنهي في الاختيارات اللي مشيت أربعة وبعدين اتنين؟ أربعة وبعدين اتنين. تعال نشوف كده، دي واحد وبعدين تلاتة غلط. الأخيرة هي اللي هتنفع. مشي هنا أربعة وبعدين طلع الصادات بكام؟ باتنين، يبقى دال هي اللي هتنفع. السؤال اللي بعده، ده كان سؤال كده في أسئلة المتفوقين، تعال ندردش فيه كده. بيقول لك إذا دار المتجه ألف اللي هو جذر 3 وواحد حول نقطة الأصل بزاوية قياسها 45. طب استنوا ثواني، مش المتجه ألف ده بجذر 3 واحد، يعني دي صورة إحداثية صح؟ تعال نجيب كده الصورة القطبية بتاعته. تعال، أول حاجة يا أستاذ هجيب المعيار، حاضر. هتساوي الجذر التربيع للسينات تربيع اللي هو 3 زائد الصادات تربيع اللي هو 1، فتطلع بكام؟ 4 وجذر الأربعة 2. هتقول لي هجيب السيتا من ظا سيتا، حاضر. اللي هو الصاد على السين اللي هو 1 على جذر 3، ولما أعمل بالشيفت تطلع الزاوية بكام؟ ب30. فهتقوم مختار ال 32. غلط، أنا لسه أصلا ما كملتش قراءة السؤال. بيقول لك دار حول نقطة الأصل بزاوية كام؟ 45 عكس اتجاه عقارب الساعة صح؟ ما هو عكس اتجاه عقارب الساعة يعني الزاوية بالموجب، مش أنت طلعت 2 وهنا 30؟ بيقول لك دار كمان ب 45، زود يا عم بس على الزاوية 45 وبالموجب لأن عكس عقارب الساعة. يبقى كام بقى؟ يبقى هنا 2 وهنا 75، وركز في السؤال ده لأن هو دار بزاوية كمان 45. يبقى 2 و75 اللي هو الاختيار، يبقى اللي هو الاختيار ج. بالتوفيق إن شاء الله يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.